هل في الزمان ده انك تشتري بيت بقى حلم وصعب تحقيقه؟ يا ساتر يا رب، انت هتعيط ولا ايه؟ لا يا عم مش صعب، تعالالي هنفضل طول عمرنا ندفع ايجار ونعيش جوالة من بيت لبيت ونطلع من البيت بلوشي؟ ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا مصطفى رشوان صاحبك، هقول لك اللي يرضي ربنا عشان ربنا يكرمنا كلنا. اظن مش عايز تعمل في احفادك زي ما جدك عمل لما كان معروض عليه ارض $1 وراح اشترى شاي كرك بدلها. بس الحقيقة ان كل جيل ليه ظروفه، والراجل وقتها كان بيحاول يعيش ويتبسط باللي معاه. يا مزاجك يا جدي. بس برضه جزء كبير من مستقبلك المالي هو نتيجة قراراتك النهاردة. ركز، الإيجار يا صاحبي عبارة عن إنك بتحرق فلوسك على الأرض، وفي أوقات كتير بعد 10 أو 15 سنة إيجار تكتشف إنك دفعت قيمة بيت كامل، بس البيت مش بيتك. مش حرام ده بالذمة؟ معلومة تهمك، نسبة 75% من مدخرات وثروة العالم عبارة عن أصول عقارية. ليه؟ لأن العقار بالنسبة لناس كتير مش رفاهية، العقار وسيلة لحفظ قيمة التعب والفلوس مع الزمن. الإيجار هيديك مرونة في الحركة بين المدن، بس برضه احنا في نفس الموقف، فلوس بتروح على الأرض، وطبعا مفيش استقرار. كل سنة 2-3 المستأجر بيعلي عليك الإيجار وانت بتدفع، أو بتشوف مكان جديد بعد ما بقيت مرتبط بالبيت الإيجار. معلومة جانبية، مش تتعلقش بحاجة مش بتاعتك. وقوم دور على مكان جديد تعمل فيه ذكريات. يعني مفيش امل؟ اكيد في امل. لو بصيت على شركات العقارات، كتير منهم دلوقتي بيعمل خطط دفع بتوصل ل8 و9 و10 سنين، وفي بعض المطورين في مصر عاملين خطط بتوصل ل12 و15 سنة. اغلب الناس بتفكر في القسط كأنه عبء، بس ناسين انهم بالفعل بيدفعوا قسط اسمه ايجار. الفرق الوحيد ان قسط التمليك بينتهي يوما ما، انما الايجار للاسف هتفضل تدفعه على طول. ولو مش عايز تدفع مع مطور قسط زي ما شرحنا في حلقة خطوات شراء البيت، ممكن تمول على البنك، وهنا ممكن تمول على 15 أو 20 أو 25 سنة، وده على حسب سنك ومعدل دخلك، وبتختلف من حالة للتانية. ناس كتير بتقول هشتري بعدين، لكن العقار ممكن يغلى، الإيجار يزيد، العملة تضعف، تكلفة المعيشة ترتفع. الانتظار نفسه بيكون مكلف جدا، مع معدلات التضخم اللي بتوصل لأرقام فلكية بتأثر على كل سلاسل الإمداد وأسعار مواد البناء، طوب، زلط، رمل، أسمنت. حول اللي بتدفعه في الإيجار لاستثمار حقيقي يبني لك أصل باسمك ويكبر مع الوقت. خطوة التملك مش رفاهية والله العظيم، ولو محتاج تبدأ صح أو تاخد القرار بثقة، أنا معاك يا عم خطوة بخطوة.